ازيكم يا شباب؟ بعد فيديو كامب قلت اتكلم عن فيلم عربي مرتبط معايا بفتره اقدم، والفيلم ده هو فيلم مهمه صعبه، وزي ما انتم شايفين البوستر جودته معدومه حرفيا. والفيلم ده انا كنت شفته على قناه ART سينما. بتبدا احداث الفيلم ببنت بتمشي وثلاثه شاربين لما معميين بيعكسوها ويرموا عليها ازازه بيره. طب انا عايز افهم حاجه، هو انت كده بتعاكسها وبتجيبها سكه، ولا انت بترازيها عايز تعورها في دماغها وفي رجلها، ولا عايز تعمل ايه؟ انا مش فاهمه. وعمالين يمشوا وراها لحد ما اتشجعت وقامت مزعقه ورجعوا يستخبوا في الضباب. صح، ايه الضباب ده كمان؟ المهم بيفضلوا ماشيين وراها ويطلع عليها اول واحد ويخضها وتجري، يقعدوا يجروا وراها لحد ما يمسكوها ويشيلوها ويطلعوا يجروا بيها ويقوموا حاطينها، وتبدا العمليه الجراحيه الى ان ياتي المنقذ استاذ طارق علام ودهب دهب 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 دهب. كان الكلام من فضه دلوقتي اصبح دهب، ودب طخ، والواد يطلع مطوه ويجي يفادي المطوه تخبط في صاحبه ويموت. اتحكم عليه بسنه. بعدها بنشوف الدكتوره نسمه بتقرر انها ما تمضيش على شحنه المبيدات لان هي محظوره وهتأذي الشعب، وشباب مصر مستهدفين من كل دول العالم ومن دمنهور اللي هي منها، وتتكلم مع محامي علشان يساعدها، ولكن يقول لها دي شغلانه النيابه ويقدموا شكوى ولازم يكون في مستندات بتأيد الكلام ده. بعدها نشوف شوقي في السجن بيشعل سيجاره حرفيا وناس ماشيه وراه لحد ما كان ما فيهوش حد في السجن، واتعمل عليه كماشه بسبب انه بيتاجر في الصنف وهم بيضربوه علشان ما يتاجرش فيه، وضرب الديب بالطخ، ولكن الكتره تغلب الشجاعه يا ابو الشوق، ويتكتف ويبتدوا يشنقوه، ولكن تدخل مستر كاراتيه طارق علام دهب 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 دهب. كان الكلام من فضة دلوقتي اصبح دهب. فانا ما حرمش، اخر مره عمل فيها شام اتحكم عليه بسنه. انت عايز اعدام ولا ايه يا عم انت؟ ونشوفهم بعد كده رايحين لعيد صاحب شوقي بيقول له ده اللي ضربك وكان عايز يضربه. بعد كده جاي بيهق العسل، ونشوف ان هم بقوا اعز اصحاب وماشيين مع بعضيهم، وبقوا ايه الاتنين بفه كتفهم في كتف بعض ظهرهم في ظهر بعض. ونشوف مدير اللجنه بيقول للدكتوره انت بتتحديني، وتقول له اه واتحدى اي حد، ولكن فريد له راي تاني ويقول لها انا محدش يتحداني محدش يتحداني. ايه اللي انا بقوله ده؟ لا دي مش في الفيلم ده يا نهار اسود، انا دخلت الافلام في بعض. بنشوف رجل اعمال داخل بسجاره بيولعها وقاموا ليه باحترام شديد وهو شكله عبيط اصلا، وبيذلهم بالعربيه اللي اداها لهم والفلوس والشقه، ويقول لهم مأخرين الشغل ليه يا بهايم، ويقول لهم الشحنه تخلص بسرعه. ونشوف بعديها عاليه ام سامي ماتت وهي بتخيط. انا عمال اقول ايه يا حاجه انت كل حاجه بتموتي فيها كده زي برضو مسلسل حماده عزه، انت غاويه تقطعي قلوبنا وخلاص يا حاجه. بعديها بنشوف شوقي وهو خارج من السجن، واحده بتستقبله ومعاه عربيه حمراء، وانا عمال اقول ده شكله حته تقيله في البلد. بعديها بنشوفه رايح لواحد اسمه النونو ويرجع يشتغل معاه. سامي بعديها بيخرج من السجن ويقابل شوقي وياخده ويروحوا للنونو علشان يشتغل معاه، ولكن النونو يقرر يختبره ويرفع سلاح عليه، وسامي نظراته بارده لانه بتاع دهب. والنونو بعد كده بيضحك ويديله فلوس ويروق عليه. بعد كده يروحوا ياخدوا عيد ويروحوا ينفذوا اول عمليه ليهم اكسباندولز العرب، وعيد يقول انا اللي هخش اجيب الفلوس ويخش لوحده ويتاخر وهم قلقانين عليه ومداخلين هم الاثنين، يلاقوا عيد مربوط ومضروب جوه ويكلموا الراجل عشان ياخدوا فلوس الشيكات ويرفض. يطلعوا بره بمنتهى الهدوء يولعوا سجاره يظبطوا الدماغ. بعد كده نلاقي دخول عربيه جيب بسرعه كبيره، معرض وتكسير الازاز وضرب، واخدوا الفلوس. وانا عمال اقول ايوه كده دلعني. اخيرا في مشاهد اكشن من اللي انا عايز ادور عليها اتعملت عندنا وبتفرج عليها كمان في فيلم مصري اخيرا. بعد كده بنشوف ان نسمه والمحامي بيتكلموا ان نتيجه التحاليل طلعت شمال فعلا، وانهم هيقلبوا الدنيا عليهم بكره في جلسه المحكمه، وفعلا بيحصل. وبنشوف ادهم قاعد مع رجل الاعمال الفاسد وبيقول خلص الموضوع يا شاطر. نشوف بعد كده ان سامي وشوقي راحوا لواحد بتاع محل موبايلات علشان ياخدوا فلوس الشيكات، ولكنه بيقول لهم ارقصوا مع هوجن ودوجن، وفعلا رقصوا كسبوا واخدوا الفلوس. ولكن التويستايه ان الواد ده طلع جاره وامه كانت عارفه ام سامي، وراح هو وامه الهند وعرفوها حقيقه سامي. بعديها بنشوف واحد رايح لنونو علشان يبيع شيكات بتاعت واحد اسمه رافض سليم، ولكنه رفض، بس سامي قال له اشتريها يا نونو. نونو بيقول له انت مش قده. شوقي بيقول له اسمع الكلام، وسامي يقول له الفلوس عندي لو ما رجعناش الشيكات. بعديها بنشوف هند بتقول له هي دي شغلانه المذيع اللي قلت عليها، ودهب دهب دهب يا سامي، وتقول له في الاخر انها مش هتقدر ترتبط بيه وتديله الدبله بتاعته. بعد كده شوقي وسامي يروحوا لرافض علشان ياخدوا فلوس الشيكات، ويقول لهم اديكوا فلوس ازاي في الشارع يا بهايم، ده رقم كبير امشي بيه ازاي كده في الشارع. ويقولوا الفلوس في الخزنه والخزنه في الشركه، يلا بينا يا وحش. وياخدوا فعلا الفلوس ويدوها للنونو. بعديها بنشوف النونو بيركب العربيه والعربيه بتنفجر، وشوقي بيقول نونو
يابا. وبعد كده ناس طلعت على سامي ومعاه هشام علشان يقتلوه، وفعلا الطلقه بتيجي في رجل هشام. بتشوف بعدين ان في واحد رايح لنسمة علشان يموتها، ولكن بتكون مستخبيه وتطلع تجري منه وتضربه بطفايه الحريق وتكسر الازاز وتنط من الشباك. اللي هو حرفيا الفيلم اللي كان عاجبني فيه وقتها ان هو يعتبر فيه مشاهد اكشن كتير من اللي انا ببقى حابب ان انا اتفرج عليها. بعد كده بنشوف سامي راح لرأفت الفيلا بتاعته، رأفت بيقول له هديك كل الفلوس اللي معايا، ولكن سامي بيقول له انا مش عايز الفلوس، انا عايز روحك روحك روحك. بعد كده بنشوف ان شوقي وسامي بيتخطفوا، وادهم اللي كان خاطفهم ويقول لهم ننسى اللي فات، وانه عايزهم انهم يسرقوا اوراق مقابل 1,000,000 جنيه. سامي يقول له هننفذ كل طلباتك يا ادهم باشا علشان انت صريح، بس عايزين نعرف انت ايه المطلوب مننا بالظبط. يا عمنا ما هو قال اسرق الورق باي ثمن، ولا هو عايز تكبر دورك وخلاص؟ وفعلا يروحوا علشان يسرقوا الورق، ولكن التويستات تانية يطلع ده المحامي اللي دافع عن سامي، وسامي يرفض انه يقتله ويسرقوا الورق من الخزنه. وبعد كده يقول لشوقي ده راجل بيقف مع الحق وبيدافع عن الغلابه، مش هينفع ان احنا ناخد الورق، لازم نرجعه. فعلا بيرجعوا الورق بعد كده للمحامي، وبعدها يروحوا لادهم ويقول لهم فين الورق، يقولوا مفيش ورق ومفيش فلوس. بعدها بنشوف ان ادهم خطف هشام علشان يضغط على سامي، وبنشوف ان ادهم قابل كاميليا صاحبه شوقي قال لها تجيب الورق مقابل 1,000,000 جنيه وهي وافقت. بنشوف ان سامي راح علشان يروح مكان هشام عند ادهم، وكاميليا جابت الورق وراح لادهم برضه. نشوف في لقطه ان هم مثبتين المحامي، هم عايزين منه الورق ولكن معهوش الورق فبيسيبوه وبيمشوا، وناس بتجري ورا الدكتوره. وبعديها هنشوف ان نسمه جايه بتركب تاكسي تروح المحكمه هي والمحامي. ونشوف على الجانب الاخر شوقي بيزرع في المكان متفجرات، ونشوف مواجهه بين سامي وكاميليا وانها خدت كام، ويقول لها طب وشوقي، تقول له بحبه بس بحب الفلوس اكتر. يا ماديه قذره. بعديها بنشوف ان شوقي اتقفش وبيودوه ناحيه ادهم. كاميليا تقول لادهم انها معاها الورق، وسامي يقول له ان هو اللي معاه الورق. وانا بقول يا الله على لعب العيال اللي احنا فيه ده. كاميليا تشوف شوقي وشوقي يضربها ويطلع اللي معاها ورق ابيض، وادهم يؤمر حد من الرجاله ان هم ياخدوا كاميليا ويقتلوها. بنشوف سامي بيسلموا الشنطه بالكلبشات ويقولوا ايه ده يا بابا، يقولوا ده ضمان خروجنا، الشنطه فيها متفجرات ومعايا ريموت كنترول هيفجر الشنطه، ومفتاح الكلبشات مش معايا وضايع، اي حركه هفجر الشنطه. وجايين ماشيين وشوقي يقول له شفت الشقاوه روح امك، ولكن واخد منهم ضرب شوقي بالنار، وسامي فرقع القنبله وشوقي بيلفظ انفاسه الاخيره ويموت. انا حزين وبقول من يوم وهو بنموت، ويخلص الفيلم. وفي الاخر كده الفيلم مش حلو اصلا، بس هو كان عاجبني وانا صغير لما شفته وبس كده. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وتستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. وسلام يا شباب.